السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابكم كيكومي عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده فيديو جديد. الفيديو ده بتاع النهارده هنعمل فيه السكارف دوت. السكارف ده اللي هو مش بتلبسه على رقبتنا، اللي بنلبسه على شعرنا وبيتربط كده اهو. ده شكله، هو وشه وظهره زي بعض فتلبسوه زي ما انتوا حابين. وفي كمان البرق دوت اهو، اللي كل ما اتحركنا هو بيتحرك معانا. شكله حلو قوي وبطريقة حلوة قوي، طريقته سهلة جدا اهو. والبرق ده اللي بيكون نازل عند شعرنا كده من قدام اهو. تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، واقول لكم هنحتاج ايه عشان نعرف نعمل السكارف القمر دوت. تعالوا بقى كده نبدأ مع بعض ونشوف هنحتاج ايه. الخامات اللي معانا، اول حاجة انا هشتغل بإبرة كروشيه مقاس 3. مش واضحة كويس بس هي مقاس 3 اهي. هتشتغلي كمان بالإبرة المناسبة لمقاس الخيط معاكي. وهشتغل بخيط قطن ايطالي اللون الاسود، عايزه اقول لكم درجته حلوه قوي ولمعته حلوه، هو بس مطربه شويه من المحل اهي، بس هي حلوه قوي. هشتغل بالخيط القطن الايطالي الاسود ده. وكمان هحتاج معايا المقص، وطبعا البوكس القمر ده اكيد شفتوه، اتفرجت على الفيديو بتاعه ولا لا؟ اللي متفرجش على الفيديو بتاعه يتفرج معاك عليه. طبعا انا خلصت كميه البرق اللي في الخانه بتاعته، جبتها كلها اهو. دول اخر كميه، هوريكم هنركبهم ازاي. وبعدين هملى الخانه بتاعته تاني. محتاج ابره خياطه عاديه وهدخلها كده في الخيط. بصوا انا عملت الكميه دي كلها، الكمية دي كبيرة مش قليلة، بس هي عشان هو بيضم على بعضه فتحسوه قليلة، بس هي كمية كبيرة. هعمل معاكم دول. الأول حاجة تتأكدوا إن الإبرة بتعدي من الفتحة بتاعة البرق معاكم أهو. ممكن يبقى في 2 ماسكين في بعض كده. احنا هنحط كمية كبيرة عشان خاطر ايه ما تخلصش مننا في وسط السكارف واحنا شغالين فيه، فعشان نبقى متأكدين ان هي تكفي. مش مشكلة تفيد جوه الخيط احسن ما ايه ما تكفيش، واضطر ان انا ما بحبش خالص ابدا يا بنات اعمل وصلات في شغلي. ما بحبش ابدا شغلي يبقى فيه وصلات خيوط كتير من جوه، فبحط كمية كبيرة جدا. واللي يفيد منها يتشال تاني مش مشكلة، المهم ان هو ايه ما يخلصش في نص الشغل. على فكرة كمان في برق بيكون الفتحة بتاعته اللي بندخل فيها الخيط هنا بتكون أكبر شوية، ممكن تستخدموه هيكون أحسن. بس أنا اللي معايا الفتحة بتاعته صغيرة فالتركيب بتاعه رخم شوية. هخلصهم عشان ما اطولش أكتر من كده. هخلص دول وهرجع لكم تاني. كده اهو اتأكدنا كله اهو. أول حاجة كده هبتدي هعمل عقدة البداية. أول حاجة كده عملت عقدة البداية وهشتغل فيها 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خلي شوية من البرق كده قدامي هاخد منهم، وتأكدوا انكم انتوا بتاخدوا واحدة مش 2 بالشكل ده كده. هلف الخيط كده على الإبرة وهاجي هنا هدخل في أول سلسلة معايا هشتغل فيها عمود بلفة. طبعا أنا البرق معايا اهو، خليه كده في النص. هسحب بقى الخيط اهو، هخرج من حلقتين بالشكل ده، وبعدين هخرج من تاني حلقتين. هيبقى معايا الشكل كده اهو يا بنات. هي على الحرف اهي، شايفين ازاي؟ يا رب يكون واضح. ومعايا الشكل الدائري هنا ده. هاجي دلوقتي هرتفع 1 2 وهحط واحدة من البرق اهو بالشكل ده كده، وهشتغل سلسلة كمان كده. بقيت ارتفعت 3، هكمل عليهم 5 1
2 3 4 5. هلف الشغل، بقت هي في النص اهي، شايفين ازاي؟ هاجي هنا في الفراغ اللي معايا، الفراغ ده هي ضيها بيخلي الكاميرا تنغمش، فمعلش في الفراغ ده كده هدخل فيه وهعمل غرزة حشو بالشكل ده كده، وبعدين هعمل 1 2 3 4 5 عند السلاسل الارتفاع دي، يعني هعد كده 1 2 3، وهعمل غرزة حشو واقفلها عليها كده، وهاجي تاني هرتفع 8 سلسلة، 1 هيبان معانا لما الدنيا يعني لما نعلى شوية 2 3، وبعدين هحط واحدة أسفة 2 بس، وبعدين هحط واحدة برق كده، وبعدين ادي كده 3، وبعد دول التلاتة ان هما كأول عمود بلف، وبعدين هشتغل فوقيهم 5 1 2 3 4 5. هلف الشغل بقى كده، هشتغل في اول فراغ ده اهو معايا غرزة حشو، وبعدين 5 سلسلة، وبعدين على الفراغ التاني وكمان واحدة غرزة حشو، وبعدين 5 سلسلة، عملت ال5 هقفل هنا بعمود بلفة، هعمل نصه كده، وبعدين هاخد واحدة البرق كده خليها هنا، وبعدين اقفل عليها بنص العمود التاني بالشكل ده، وبعدين تاني هرتفع 1 2، ارتفعت 2 سلسلة وهاخد واحدة من البرق كده، وبعدين هكمل التالتة اللي هو كده كأول عمود، وبعدين 5 1 2 3 4 5. هلف الشغل ابتدى يظهر معايا اهو، شايفين ازاي؟ هاجي هنا هعمل غرزة حشو في الفراغ، وبعدين 5 1 2 3 4 5 سلسلة، وحشو في الفراغ اللي بعديه، و5 سلسلة 1 2 3 4 5، حشو على الفراغ بالشكل ده كده، 5 تاني 1 2 3 4 5. هاخد واحدة برق هنعمل فيها العمود الأخير اهو هنا، اللي هنشبكه على سلاسل الارتفاع. هلف لفة على الإبرة وهدخل هنا، هسحب الخيط، هقفل نص العمود، وبعدين هي البرق نزلت اهي، هاخد لفة تاني واكمل العمود عادي. يا رب يكون الشرح واضح وسهل. احنا كده معانا برق على الحرف يعني على السابع على السبعة دي كده، بس هي بس الكاميرا منغمشة، الضي دوت معاكس مع الكاميرا. تاني هشتغل 1 2، احط واحدة برق، وبعدين الغرزة التالتة، وبعدين ال5 سلسلة 1 2 3 4 5. هلف الشغل على أول فراغ على طول هشتغل غرزة حشو، وبعدين 5 1 2 3 4 5، على الفراغ اللي بعديه غرزة حشو، وبعدين 1 2 5، وبعدين غرزة حشو، وبعدين 5 تاني،
1 2 3 4 5 وغرزة حشو هنا في آخر فراغ، وبعدين تاني 5 1 2 3 4 5 وهنعمل هنا عمود واحد، طبعا عاملين 2 والتالتة عاملين فيها حاطين فيها برق. ادخل كده بالشكل ده وهسحب الخيط، هعمل نص العمود الأولاني، بقى معايا فتلتين، باخد واحدة من البرق بالشكل دوت واسحب عليها الخيط كده، وتاني هرتفع 1 2 واخد واحدة من البرق، وبعدين التالتة، وبعدين ال5 سلاسل العاديين 1 2 3 4 5 ونلف الشغل. بصوا اظن كده الشكل بقى واضح اهو ازاي، اهو البرق على الحرف واللي في النص الشبك. سهلة بقى بالطريقة دي. هكمل 5 اهو، وعملت اول فراغ غرزة حشو وهكذا 5 وبعدين حشو. هكمل كده 5 حشو 5 حشو لحد ما اوصل هنا عند الاخر وهرجع لكم تاني. وصلت كده هنا عند اخر فراغ اللي عملت غرزة حشو، وبعدين هشتغل 5 سلسلة 1 2 3 4 5 هاخد واحدة من البرق كده، هلف الخيط على الإبرة وهاجي هنا بالشكل ده كده عند الغرزة اللي أنا حاطة فيها البرق معايا أهي. هسحب الخيط وهعمل هخرج من أول حلقتين في العمود، هيبقى معايا حلقتين على الإبرة، هنزل البرق كده وبعدين هلف الخيط واخرج من الحلقتين التانيين على طول، وبعدين هرتفع 1 2 وواحدة من البرق، هقفل عليها الغرزة التالتة، وبعدين 1 2 3 4 5 وهلف الشغل وهكمل بنفس الطريقة تاني على كل فراغ. اشتغل غرزة حشو وبعديها 5 سلسلة، وبعدين حشو 1 2 3 4 5 وبعدين حشو 1 2 3 4 5 وغرزة حشو كده 5 وحشو، وكده 5 وآخر حشو. ده آخر حشو اهو، وبعدين 1 2 3 4 5 خليها بس قريبة مني كده. هلف الخيط على الإبرة وهاجي هنا في الغرزة اللي فيها البرق دي اهي، هسحب الخيط من ورا، هخرج من لفتين وبعدين البرق اهي، وبعدين اخرج من اللفتين التانيين، وبعدين 1 2 سلسلة وواحدة برق كمان، ودي السلسلة رقم 3، وبعدين ال5 سلسلة بتوعنا 1 2 3 4 5 وهلف الشغل. هشتغل نفس دوت تاني على كل السلاسل دي، غرزة حشو بشتغل 5 وبعدين حشو في الفراغ و5 وحشو في الفراغ وهكذا، وبنيجي على الطرفين نعمل نفس اللي عملناه. لو تلاحظوا بقى معايا الشكل اهو، عايزة اقول لكم شكله حلو قوي. البرق بس مضيع الكاميرا خالص من كتر لمعته، بحاول اخليه يبقى واضح اهو.
كده هكمل لحد ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. ده كده بيديني كل لما بيكبر بيبقى معايا المثلث اكبر، المثلث بيكبر معايا زي ما شفتوا في الفيديو. هرجع لكم بقى اوريكم ازاي زي ما شفتوا في الفيديو. انا عندي برقع الحرف من هنا بس من اخر السكارف. دلوقتي كده السكارف معانا البرق فيه في السبعة بتاعته اهي، شايفين ازاي؟ هفضل بقى اكمل بالطريقة دي لحد ما اوصل للنهاية المقاس اللي انا عايزاه، وبعدين ارجع اوريكم ازاي هنعمل البرق على الحرف من هنا. استنوني. رجعت لكم تاني كده يا اصحابي بعد ما وصلت للمقاس ده. بصوا شكله بقى حلو ازاي اهو. دلوقتي هنعمل الخط اللي هيكون كده. هاجي كده دلوقتي هعمل عدد من السلاسل وليكن 30 سلسلة. هاجي هنا هزود 1 2 3 سلاسل. هاجي هنا هحط واحدة من البرق معايا، وبعدين هشتغل عليها 1 2 3، وبعدين هعد كده 3 هشيل معاهم 1 2 3. في الغرزة الرابعة هعمل غرزة حشو، هيبقى معايا الشكل كده. وبعدين 1 2، وفي الغرزة الثالثة عملت 2 3 4 5 1 2، وفي الغرزة الثالثة هعمل غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 وواحدة، 1 2 3. وهنا هسيب 1 2 3 في الغرزة الثالثة هعمل غرزة حشو، 1 2 3 1 2 3 1 2. في الغرزة الثالثة هعمل حشو. هكمل كده لحد ما اوصل لهنا وهرجع لكم تاني. رجعت لكم كده تاني، اشتغلت 3 1 1 2 3. هقفل بغرزة حشو فين هنا يا بنات؟ هنا مش في الفراغ، هقفل بغرزة هنا اهي بالشكل ده كده. وبعدين 1 2 3، ودي 1 2 3، وبعدين هاخد حشو هنا في الفراغ ده بالشكل ده كده. اكرر بقى نفس اللي كنت بعمله، بس الفرق ان انا هحط من هنا، هحط في كل غرزة من واحدة من البرق. تاني ازاي؟ 1 2 3 وواحدة من البرق كده، 2 3، وهنا على طول هنا هعمل غرزة حشو 1 2 3 وواحدة 2 3، واروح على طول على الفراغ هعمل غرزة حشو 1 2 3. ده الفراغ اللي هيبقى نازل عند الشعر من قدام كده. 1 2 3 وواحدة 2 3. بصوا كده الشكل اهو، شايفين معايا حلوة قوي ازاي؟ هكمل بقى كده اهو. بكل فستونة معانا بنحط فيها واحدة من البرق اهو عشان يدي الشكل ده. ان شاء الله اكون قدرت اوصلها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. هكمل كده للنهاية. ايه رأيكم بقى يا حلوين؟
حلو قوي، عايزه اقول لكم شكله تحفه. هجيت هنا اخر حاجه برضو عايزه اوريها لكم. انا هنا معايا اهو هعمل عملت 3 وحطيت واحده وعملت 3، وهاجي هنا اقفل بمنزلقه عند وحده الفرق دي اهو. هنا بقى هبدأ اعمل ال30 سلسله زي اللي عملتهم من الناحيه التانية، هعملهم تاني. وهاخد 1 2 3 وهاجي هنا هحط واحدة كده، اخد عليها 1 2 3 بالشكل ده كده. هي هنا 3 وهنا 3، هعد 2 وهعمل غرزة حشو عشان تكون دي في النص كده. بعدين هاخد 1 2 3 واحط واحدة 1 2 3 وبسيب 3 هنا على السلسلة 1 2، وفي الغرزة الثالثة اللي أنا بدخل فيها وبعمل غرزة حشو أهو 1 2 3 واحدة 1 2 3 1 2 وفي الثالثة غرزة حشو. هكمل بالشكل ده عشان يبقى الجزء ده زي الجزء التاني لحد ما هوصل هنا وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني كده وعندي اخر 3 سلاسل اهو، وهقفل هنا بغرزة منزلقة مش حشو. هنا عند غرزة الحشو دي وارتفاع 1 سلسلة، هقص الخيط بالشكل ده كده. هقفل بقى الخيوط الزيادة، الخيط دوت والخيط بتاع البداية اللي كان هنا، وهرجع لكم تاني. مش عارفة بقى اوصف لكم قد ايه هو حلو. هو حلو بشكل يعني مش طبيعي، شكله حلو قوي اهو. لما يتلبس بقى الجزء ده كده اللي على ايدي ده اهو، هيكون على وشنا يعني على قورتنا، هيبقى شكله حلو قوي. والجزء ده اللي بيكون نازل على الشعر من ورا اهو، حلو قوي يا بنات، نفذوه ليكوا، شكله حلو قوي. والجزء ده اللي هنربطه منه اهو، بصوا حلو جدا. طبعا مش عارفه اجيب تفاصيله اكتر من كده، فاعذروني بقى، ما عنديش اللي هو الملكان اللي بيتعرض عليه الحاجات دي بتاع الطرح والسكربات والحاجات دي، فمش عارفه اجيب صورته اكتر من كده. بتمنى يعجبكم وتقولوا لي رايكم فيه في الكومنتات. بصوا انتوا عارفين احنا ممكن نصوره كده كده ونعمله كده اهو. متنسوش بقى تقولولي رأيكم فيه في الكومنتات ايه، واكتبولي كومنت حلو منكم. وممكن برضو نعمله، هعمل لصاحبته حابة ان انا قوي اعمل لها ليه خلخال هدية وابعته لها معاه. استنوني هعمل الخلخال، بس هعمله فيديو تاني لوحده، وهنزل لكم برضو الفيديو بتاع الخلخال بتاع السكارف دوت. باي باي.